اللهم اعوذ بك من قهر الرجال. اه والله 550 جنيه. معايا اوردر من كشري التحرير رايح بيه كفر عبده، فطبيعي بعدي على جليم، عديت على جناكليس خلاص، وشايف في ظابط وفي زي كمين الناحيه التانيه، ما يخصنيش انا عادي. فلقيت امين الشرطه بتاع جليم بيشاور لي جامد كده، فبتضير لقيته لسه بيشاور تعالى. انا نيتي قسما بالله يعني انا لفيت ورجعت له ومش هقول يا ريتني ما رجعت، قدر الله ما شاء فعل. فرجعت له وبقول له في ايه؟ عايز حاجه من انا جا في دماغي بلغ العسكري على طريقك، ناول دي ادي ده العسكري اللي هناك، بلغه ان انا مثلا هروح، الحاجات دي اللي احنا متعودين عليها يعني، خد العسكري ده معاك على السكه. لكن لقيته بيقول هات الرخص، قلت له عملت ايه يعني؟ قال لي هات الرخص، لقيته ثبت في المفاتيح، قلت له يا عم احنا مش صغيرين، خد الرخص اهي. قال لي الظابط بتاع جناكليز عايزك، رحت رايح جري، ركنت على جنب، خير يا باشا؟ قال لي مفيش، عايز اطمن على الرخص بتاعه. قلت له تمام، انا لسه مرخص المكنه، وانت اكيد عارف حضرتك بتاع 4000 جنيه يعني، من فتره قريبه، ومعيش تمن القياده والله، وماشي مظبوط، الملصق تمام واللوح تمام. قال لي لا ده انت كده هتخش في قصه النمر، عشان 2015 المكنه، ما انا معيش اجيب جديد، فطبيعي النمر تكون بهتت او حاجه. فبقول له شوف اللي يرضيك ايه يا باشا، ومش كلام والله هعمله لك. انا بابا وماما على فكره والله، معايا عيلين واب وام ليهم، رحت مطلع التليفون موري له التيك توك بتاعي، قلت له حتى في الظابط في فيديو ما بتتصوروش انتوا اكيد فاهم. انا حسيته اللي هو اعمل معاك ايه يعني، وفهمت اللي هو عمله معايا. وانا راجع بقى تاني خلاص من جناكليز لكليم، امين الشرطه اللي هو برضه صعبان عليا، ما كنتش عايز احطك يعني، هو فرح ان شافني لان مش منطقي، المكنه كانت هتتاخد، بس 550 مش وقتها، انا مديون عشان انزل اشتغل لحد يوم القبض. انا دخل عليا عيد ما جبت لهمش لبس عيد، بعوض ده، بعوض ده بلعبه، بفسحه، بيوم حلو يبقوا فاكرينه، ولسه مش مستوعبين عيد وبتاع، ففي حاجات بتعدي. بس انا اولوياتي الدين، في حفظ قرآن وفي حضانة وفي مصاريف بيت وفي لقمة وفي دنيا. فبالله عليكم ما تجوش على الشقيان، ما تجوش على واحد عايز ياكلها بحلال، بس الحرام ما فيش اسهل منه قسما بالله، وابوابه كتيرة، بس الواحد ملهوش، ومش عايز ابقى مجبر. فبالله عليكم ارحمونا شوية. امين الشرطة ملهوش ذنب لان تعليمات ظابط، والظابط ملهوش ذنب وكتر خيره والله، انا عارف ان هو عمل معايا واجب، ان انا مشاني مش حضانه، كنا هنخش في قصه اكبر، وقدر الله ما شاء فعل. بس خضه على وجع، مش عارف ايه اللي جوايا، ومش عايز اخش بالمشاعر دي البيت، العيال ملهمش ذنب، دول اساسا اللي مخليني اعيش يعني. فقلت افضي هنا